هاي يا جماعة، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي. كل حاجة عايزين تعرفوها عن كابيكسي سبراي هقولها لكم في فيديو النهاردة، كمان تجربتي معاه من اول ما بدأت استخدمه لحد دلوقتي، وهقول لكم ينفع لمين وما ينفعش لمين علشان ما تضيعوش فلوسكم على الفاضي، وسعره وتركيبته وكل حاجة عنه. الأول خالص السبراي ده لعلاج تساقط الشعر، وكمان بيساعد في إنباته وبيحفز نمو الشعر وبيزيد من كثافته، وكمان بيزود سمك البصيلة وبيحفز الدورة الدموية لفروة الراس، فهو يعتبر منتج سريع وفعال. المادة الفعالة في المنتج وهي ال RCP، ودي اختصار لثلاث مواد: ريدنسيل والكابكسيل والبروكابيل. المهم الثلاث مواد حلوين في انهم مش زي المينوكسيديل، يعني لو استخدمتي كابكسي ووقفتيه شعرك مش هيقع زي المينوكسيديل اللي بمجرد ما هتبداي تستخدميه لازم تستمري عليه على طول. وكمان وجود الثلاث مواد دول مع بعض في منتج واحد ده بيخلي نتائجه اسرع وملحوظة اكتر في وقت قليل. كمان مادة ال RCP مش بس بتنبت الشعر، هي بتخليه يطلع اقوى وليه سمك. المنتج بقى نفسه خفيف جدا، قوامه مائي، فمش بيزيد فروة الراس ولا بيعمل قشرة زي منتجات تانية كتير. لو هنقارنه مثلا بفاستر، فانا قلت لكم في الريفيو ان فاستر شوية بينشف الشعر. في ناس بتقول ان السبراي بينعم الشعر او بيرطبه، الكلام ده مش صح بالنسبة لكابيكسي يعني، فالكلام ده مش صح. لو حصل مع حد يقولي في الكومنتات، انا عن نفسي ما حصلش معايا كده. وعامة السبراي بيستخدم على فروة الراس بس مش الشعر كله، فهو ولا بينشف الشعر ولا بيرطبه زي ما سمعت من ناس. انا عادي بلاقي شعري زي ما هو. انا بدأت استخدمه من 2.5 شهر تقريبا. طريقة استخدامه سهلة قوي، بتحطي منه 6 رشات على فروة راسك وبتعملي مساج وبتستخدميه مرتين في اليوم. دي طريقة استخدامه الصح، انك تستخدميه مرتين في اليوم. انا بستخدمه مرة واحدة بس بالليل، وبجد يا جماعة شفت فرق رهيب في التساقط بعد رابع يوم استخدام بالظبط. انا ما بقتش مصدقه، التساقط قل جدا جدا. طب هل بعد 2.5 شهر التساقط وقف خالص؟ والاجابه لا، لسه في تساقط، وده طبيعي على فكره يا جماعه ان يقع من شعرنا كام واحده كده في اليوم، بس اللي مش طبيعي ان كميه الشعر اللي بتقع تكون كبيره. طيب هل فرق في الطول او شفت منه بيبي هير؟ بالنسبه للطول بصراحه لا، ما شفتش اي فرق لسه. بالنسبه للبيبي هير لقيت فعلا انه طلع بيبي هير ومبسوطة جدا بالنتيجة دي، بس انا بستخدم معاه حاجات تانية وهقول لكم عليها في باقي الفيديو. تعالوا اكلمكم بسرعة عن الحاجات اللي بستخدمها لشعري بقالي فترة والنتيجة اللي وصلت لها. الفيديو ده فعلا هيكون مفيد جدا لناس كتير. زي ما انتوا عارفين انا كنت بستخدم فاستر اويل لفترة كبيرة، وبجد هو فرق معايا جدا وشفت منه نتيجة في طول الشعر وكمان في التساقط، بس كان في مشكلة واحدة انه بينشف الشعر، ووقفته وبقيت بستخدم حاجة طبيعية اكتر وجابت معايا نتيجة رهيبة هقول لكم عليها بسرعة، وبرده ممكن ناس كتير تكون عارفاها، بس عشان لو حد ما يعرفهاش بقول لكم انا مجرباها وعلى ضمانتي. بتجيبي زيت زيتون وتحطي عليه 5 أو 7 فصوص توم على حسب كمية زيت الزيتون، وتحطي روزماري وعدد فردي من القرنفل. انا كنت بزود حبة البركة، عايزة تعمليه من غير حبة البركة مفيش مشكلة، بس انا كنت بحب احطها. وتسيبي الميكس ده لمدة اسبوع في برطمان وتقفليه كويس وما تعرضيهوش للضوء، وبعد الاسبوع هاتي الميكس اللي انتي عملتيه وصفيه كويس في برطمان تاني او ازازة ازاز مثلا، واستخدميه مرة واحدة بس في الاسبوع على فروة الراس بس، وبتسيبيه مش اكتر من ساعة ونص، وبعد كده بتغسلي شعرك عادي. ظهر بعد كده ترند نبات السدر، وقد ايه هو بيتقل الشعر وبيطوله وبيخلي الشعر صحي وبيوقف التساقط. اول مرة جبت نبات السدر جبته من عند عطار، وللأسف طلع مخلوط بحاجات تانية ولونه بني مش اخضر، حتى ملمسه كان خشن، فنصيحة محدش يجيبه من عند عطار، اطلبوه اونلاين، او لو ليكوا حد في السعودية ممكن تخلوه يجيب لكم من هناك. ولو عايزين فيديو بالتفصيل اكتر وازاي تعرفوا الاصلي من المخلوط قولولي في الكومنتات. وعلى فكرة اللي انا بوريهولكوا ده هو ده الاصلي، بس الكاميرا مغيرة لونه شوية، هو لونه على اخضر اكتر. المهم تعالوا اقول لكم برضو بسرعة انا بستخدمه ازاي. انا بدأت استخدمه من حوالي 4 أو 5 شهور، ولقيت يا جماعة بجد نتيجة بهرتني، انا ما كنتش متخيله. هقول لكم انا بعمله ازاي والنتيجه اللي شفتها. بصوا بقى، بتجيبوا ميه يعني قد نص كوبايه ميه او اقل، تحطوا فيها بصله صغيره متقطعه وعدد فردي من فصوص الثوم، انا بحط 5، وروزماري وقرنفل 5 أو 7 وحدات مش اكتر من كده. كل ده على النار ومتغطي عليه، تستنوا يغلي وبعدين تطفوا النار وتسيبوه يهدى شويه، وبعد كده تصفوه كويس جدا
على معلقة واحدة بس من الصدر، وانتوا مش محتاجين اكتر من كده. اولا لاننا هنحطه على فروة الراس بس، ثانيا لان كل ما بتقلبي فيه هو بيتحول لفوم وقوامه بيتقل. دي حاجة من اهم الحاجات اللي بتفرق الصدر الاصلي عن المخلوط، انك لما بتحطي عليه مية وبتقلبيه القوام بتاعه بيتحول لفوم. بعد كده بيتوزع على فروة الراس بس بمساج، وبتسيبيه ساعة ونص او ساعتين، وبعدين بتغسليه عادي جدا بالشامبو. بعد 3 شهور يا جماعة أنا شفت بيبي هير وكمان بيطول، أنا نفسي مش مصدقة. أنا عايزاكم تجربوها، أي حد شعره فيه تساقط، ضعيف، مش بيطول، خفيف، جربيها ولمدة 3 شهور من مرة لمرتين في الأسبوع، وارجعي للفيديو واكتبي لي كومنت وقولي لي ايه اللي حصل. لازم اقول لكم حاجة مهمة جدا، ان الصدر بينشف الشعر، خلي بالك انك تحطيه على فروة الراس بس. في حد ممكن يسأل يعني هو البيبي هير اللي ظهر ده بسبب الصدر ولا بسبب كابكسي؟ واللي انا عايزه اقوله لكم ان انا بستخدم المنتجين مع بعض، بس اللي انا متأكدة منه ان خلطة الصدر دي 100% هتطلع لك شعر جديد، بسبب البصل والثوم والروزماري وكمان القرنفل والصدر نفسه، كل ده مع بعض 100% هيطلع بيبي هير. زي ما انا متأكدة برضو من ان الكابكسي بالثلاث مواد اللي موجودين فيه هيخلوا الشعر يطلع قوي وصحي وكمان متغذي، فعادي ان يطلع لك بيبي هير، بس المهم انك تحافظي عليه انه ما يقعش تاني. بفكرك لو عندك اي سؤال اكتبي لي في الكومنتات، انا برد على كل الاسئله. بفكرك كمان لو لسه ما اشتركتيش في القناه لحد دلوقتي اشتركي، وكمان فعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. عايزه اكلمكم عن حاجه مهمه جدا، لو انت عندك نقص في فيتامين معين او عندك انيميا، كل ده صدقيني مش هيجيب اي نتيجه. كمان النقص في فيتامين دي بيأثر جدا على صحه الشعر والضوافر وصحه الجسم كله، فلازم تعملي تحاليل تشوفي نسبه الحديد عندك وكمان فيتامين دي. انا عملت تحليل وطلع عندي نقص في الحديد وطلع عندي نقص برضو في فيتامين دي، والدكتور كتب لي على الفيتامينز اللي هوريهم لكم دلوقتي، ممكن اكلمكم عنهم في فيديو تاني برضو. اللي عايزه اقوله ان اهم من اي حاجه بنستخدمها لشعرنا او بشرتنا هو الغذاء الداخلي او الحاجات اللي بتدخل جسمنا، واهم من الفيتامينز او المكملات الغذائيه هو اننا نهتم بالاكل وكمان الميه، نشرب كميات ميه مناسبه خلال اليوم، وكمان ندخل في وجباتنا اكل صحي، لان في الاول وفي الاخر الفيتامينز او المكملات الغذائيه هي مكملات، يعني مش بتغنيكي عن الاكل الصحي اللي المفروض يدخل جسمك كل يوم. خليني اوريكم كل البرودكتس اللي انا بستخدمها لشعري الفتره دي. اول حاجه الشامبو، انا بستخدم الشامبو ده من هير روتس، ده انا ما عملتلكوش عنه ريفيو قبل كده، بس استنوا ريفيو قريب. وبستخدم الهير كونديشنر ده من كاش كينج، وحمام الكريم ده من بايو سوفت وعملتلكوا عنه ريفيو قبل كده، وطبعا الكابكسي سبراي، وانتوا خلاص عارفين ان انا بستخدم نبات السدر. كترطيب للشعر بقى بعد كل ده انا ببدل بين كذا حاجه، يا اما زيت جوز الهند ده من باراشوت تحفه، يا اما امامي اويل ده بحبه قوي، يا اما كريم سترونجفيل وده اقلهم، يعني اكتر حاجه بستخدم زيت جوز الهند والسيفن اويلز من امامي. طيب خلوني اقول لكم الملخص باختصار. السبراي حلو قوي، بيجيب نتيجه جدا مع تساقط الشعر، يعني لو اي حد عنده تساقط هو بيقلل جدا من تساقط الشعر، كمان نتيجته بتبان بسرعه، مش مضطره تستني وقت كبير علشان تشوفي النتيجه. هيكون كمان مناسب لكل حالات تساقط الشعر، بس لو في حالات صلع وراثي او مشاكل هرمونيه مثلا هتحتاجي تستخدمي معاه حاجات تانية، لانه لوحده مش هيكون كفايه ومش هيكون فعال، لازم معاه كورس علاجي كامل. هيكون كويس لو حد عامل زرع شعر، لانه هيخلي الشعر الجديد قوي ومتماسك اكتر. هيكون كمان مناسب للناس اللي خايفة تستخدم مينوكسيديل بسبب اعراضه الجانبية. هيكون كمان مناسب للشعر اللي بيطلع اصلا ضعيف وخفيف، لانه بيزود من سمك البصيلة، فهيخلي الشعر الجديد اقوى. طريقة استخدامه بقى سهلة جدا، بتحطي 6 رشات على فروة راسك وبتعملي مساج وبتسيبيه مش بيتغسل، وتعملي ده مرتين في اليوم. لو هتبداي تستخدميه هو او اي منتج تاني للشعر، ايا كانت مشكلة شعرك ايه، في تساقط، خفيف، ضعيف، مش بيطول، ايا كانت ايه المشكلة، خليكي صبورة وانتظمي وهتشوفي نتيجة. المهم ما تستعجليش، مش قبل 3 شهور، وزي ما انت عارفة اكيد علاجات الشعر بتاخد وقت، بس بالنسبة للكابكسي انت هتلاحظي ان التساقط قل جدا من اول اسبوع. طيب بالنسبة لسعره، هو مش رخيص يا جماعة، انا هحط لكم السعر على الشاشة، بس الفكرة في مادة RCP، دي مادة مستوردة، هو المنتج مصري بس المادة الفعالة نفسها مستوردة، فده اللي معلي سعر البرودكت.
وانا هعمل لكم فيديو تاني هيكون فيه بدايل لكابيكسي سبراي بتعمل نفس التأثير واقل شوية في السعر. هو منتج آمن وملوش اعراض جانبية. وبس كده، انا كده قلت كل حاجة وعامله لكم الفيديو ده من قلبي عشان عايزة كل الناس تستفاد. لو نسيت اقول اي حاجة او لو عايزين تسألوا عن اي حاجة تانية اكتبوا لي في الكومنتات، انا برد على كل الاسئله. عايزه افكركم لو لسه ما اشتركتوش في القناه لحد دلوقتي اشتركوا، كمان فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده مع صحابكم. وبس كده، باي باي.